السلام عليكم حبايبنا متابعين مصر زمان. بعدد خطوات نبينا من مكة للمدينة يجعل المولد النبوي الشريف سعيد عليكم وعلينا. أصل الحكاية حكاية حلاوة المولد. اسمع يا سيدي القصة واسمع يا هانم. بدأت مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي من أكتر من 1000 سنة، وأول ناس احتفلوا بمولد النبي وعملوا حلاوة المولد هم الدولة الفاطمية. الفاطميين كانوا بيهتموا جدا بالاحتفال بالمناسبات الدينية، يعني في يوم المولد النبوي بيروح قاضي القضاة للأزهر ومعاه كميات كبيرة من حلاوة المولد بيوزعوها في الأزهر على الناس. بعد كده يتحرك لقصر الخليفة الحاكم بأمر الله، ويفضل يقولوا خطبة بمناسبة المولد ويمدحوا في سيدنا النبي، ويبدأ الاحتفال ويوزعوا حلاوة المولد على كل الناس من غير فلوس، وخصوصا بيتوصوا أكتر بالغلابة والمساكين. وفي عادات عنديهم لما يكون في حد هيتجوز كانوا بيخلوه يكتب كتب الكتاب يوم المولد، عشان دي أكتر مناسبة حلوة بيستنوها. وده كان الاحتفال الرسمي للدولة الفاطمية بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الشعب المصري له عاداته وتقاليده، كانوا بيحتفلوا بالمولد احتفال شعبي. الناس بتروح تحتفل في شوارع القاهرة، بيروحوا باب البحر والجمالية والأزهر والغورية وباب الخلج لمدة 3 أيام للاحتفال بمولد النبي. وبيطلعوا دورة وماسكين روايات لونها أخضر مكتوب عليها كلام جميل عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ويفضلوا يغنوا ويمدحوا في حب النبي. وفي ناس بتعمل خيمة وبيقعدوا في الشارع بيحتفلوا بالألعاب والبومب والمراجيح. ومعظم الناس بيوصفوا الحاجات دي بإنها بدعة وجهل وتخلف، بس خلاص دي بقت عادة قديمة عند الناس. أما عن ظهور حلاوة المولد على شكل العروسة والحصان اللي الناس بتحب تشتريها وتفرح بيها أولادهم، لها قصة تانية خاصة بالفاطميين برضو. فيقال إن الحاكم بأمر الله طلع مرة مع واحدة من زوجاته يوم المولد النبوي عشان يحتفل، وظهرت في الموكب وكانت لابسة رداء ناصع البياض وعلى رأسها تاج من الياسمين. فالناس شافتها وعجبتهم، راحوا صنعوا عروسة برسم الأميرة في قالب حلاوة وزينوها بالورق الملون والمراوح اللي لازقة في الظهر. وعشان الحاكم بأمر الله ما يغضبش صنعوا قالب تاني من الحلاوة على شكل فارس فوق حصانه. و1000 سنة مرت على بداية الاحتفال بمولد النبوي. بقيت عادات عند الناس ياكلوا حلاوة المولد ويشتروا العروسة والحصان. والمصريين لازم قبل بداية شهر ربيع الأول بأيام بيعملوا خيام في كل الشوارع المصرية بيبيعوا فيها حلاوة المولد، سمسمية وحمصية وفولية وملبن وحلويات كتير. كل واحد بياخد اللي هو عايزه بأسعار مختلفة، وتسعد أطفالك بأقرب شيء إلى قلوبهم وهي حلاوة المولد، وتوصيهم بالصلاة على المصطفى نبي الرحمة في يوم مولده. وما تنسوش تصلوا على سيدنا النبي. وخلصت حكايتنا.